يا كابتن حسام، مساء الفل عليك. يا ريت يا كابتن حسام، بجد بجد يا ريت يعني يعني كده انت عندك ماتش بكره بتاع الراس الاخضر، ماتش التالت ورابع، ما تحسبوش كده. يعني يا ريت كابتن حسام لما تروح البطوله تعمل تاني كام ماتش ودي تاني، وبكره ماتش ودي. ليه؟ حاول تعمل افكار جديده، حاول تعمل افكار جديده. نجحت دوس عليها وكمل وابني عليها. ما نجحتش يبقى انت خلاص جربت افكار، ما نجحتش مع المجموعه دي وما نجحتش معاك. الهدف يا جماعه من المباراه الوديه ايه؟ ان اجرب طريقه واجرب لعيبه، اجرب طريقه واجرب لعيبه. مش شرط اكسب، مش شرط اكسب، بس يبقى عندي استراتيجي ان اطلع اقول ايه. يا جماعه انا لاعب ماتشات وديه عشان خاطر اجرب. هو ده ملخص يا جماعه الودي. الودي عامله ليه؟ ان هي ما ينفعش اجرب في الرسمي، لكن اقدر اجرب في الودي. لما اعمل ماتش ودي، واحد زي مروان عثمان ده خامه كويسه، بس هو يبقى كان عنده رهبه شويه من الشوط الاول والكلام ده طلع، بس هو واضح انه خامه كويسه ممكن يجي منه. يعني ممكن الاستفاده من ماتش اوزبكستان ده انك طلعت بواحد ممكن يجي منه. تمام. هو ده اشتغل عليه، اشتغل عليه. سواء كسبت خسرت لازم توضح ده. يعني في مؤتمر صحفي قبل اي ماتش ودي لازم تقول ده. وكابتن حسام كان مش ليك لوحدك، كان الكلام لاي مدرب داخل على ماتش ودي. لازم الكلام ده يبقى في دماغه. انا مش داخل اكسب وخلاص. لو داخل اكسب وخلاص مش هعمل ماتش ودي، هخليه في الرسمي. ليه هتعب لعيبتي؟ لكن الودي ليه؟ عشان خاطر اجرب، زي ما قلت، اجرب طريقه، اجرب خطه لعب معينه، اجرب استراتيجيه معينه، اجرب لعيبه معينه، اجرب حارس مرمى، اجرب اي حاجه، عشان خاطر اقدر اجرب براحتي في ماتش ودي. بحيث لو اتغلبت طز، ما اتغلبت ده ماتش ودي، ما انا بجرب ليه؟ عشان استفاد منه في الرسمي، استفاد منه في الرسمي. يعني ماتش مثلا اوزبكستان ده وحش قوي، وحش قوي. انت عملت ايه؟ عملت في ايه؟ انت لعبت صلاح وهاني ومروان وصبحي والناس بتوعك. طب انت كده عملت ايه؟ طب كان نفسي اشوف مثلا ايه، طريقه جديده، لعيبه كتيره جديده في مراكزها. لكن انت الاخطاء اللي جات لك ايه؟ من هاني اللي هو الاساسي معاك، وربيعه اللي هو الاساسي معاك، وحمدي الاساسي معاك، وخط النص الاساسي معاك. يا كابتن حسام، انت بكره عندك ماتش بكره مهم جدا مع كاب فيردي الراس الاخضر. يا سيدي ما تكسبش، خد الرابع، بس حسيتني ان في حاجه بتتعمل. جرب يا اخي طريقه لعب، جرب طريقه لعب. يعني انت لعبت ماتش فات ب 4-4-2، ما حسيتهاش في الملعب، والله ما حسيتها. في جاب جامد بين الخطوط. جرب الكلام ده، جرب. يعني بكره جرب ثلاثه جديده، العب يا اخي 3-4-3، طير مثلا الباكات، خلي هاني وينج باك وحمدي وينج باك. اعمل يا كابتن حسام، يا كابتن حسام طرق جديده. جرب في الودي، جرب في الودي، ولما يتغلب عادي. لكن اتغلبت من اوزبكستان، طلعت قلت عندي غيابات. ده مش تصريح والله، ده مش تصريح. غيابات ده لا، انت بتلعب بصلاح افضل لاعب العالم تقول عندي غيابات؟ وبتلعب بالناس كلها تقول عندي غيابات؟ ما ينفعش. وبتلعب بزيزو، ما ينفعش يا كابتن حسام. يعني ماتش الودي زي ما قلنا، ماتش الودي انت يا باشا جرب فيه وتغلب، جرب فيه وتغلب براحتك. بس يبقى عندك استراتيجي زي ما قلت، زي ما قلنا من شويه. يعني انت داخل لهدف معين، وقبل بطوله افريقيا لازم تلعب ماتشين تاني وديين، لازم. عشان بالمستوى ده انت داخل تلعب مش فاهم بتلعب ايه. انت لغايه دلوقتي لعبت مع المنتخب 17 ماتش، ما نعرفش كورتك هجوميه ولا دفاعيه. يعني انت كابتن حسام، مدرستك كنت مع المصري والاتحاد وفرق انت اللي مسكتها، كانت كورتك هجوميه، لكن مع المنتخب ما فيش ملامح في المنتخب. ملوش ملامح. يعني انت لو حصلت كارلوس كيروش ولا هيكتور كوبر ولا اجيري ولا فيتوريا ولا الكلام ده، الناس دي كانت لها مدرسه الى حد كبير. لكن انت مدرستك ما حسيتهاش. انت مدرستك دلوقتي انك اي حد بتكرهه بتستبعده، اي حد يطلع يعمل بوست تقول بيعمل ايه؟ بيكتب بوست. يا جماعه مش فاهم يعني. الحب والكره ده في الكوتش ما تبقاش حلو، بالذات لو مع منتخب مصر. فكابتن حسام الفتره الجايه محتاج انك تشتغل كتير قبل ما تروح بطوله افريقيا، عشان خاطر شكلنا بجد بالشكل ده مش هيكون احسن حاجه.